واش ممكن حاجة بسيطة تحليك أبواب الرزق وتهني قلبك وتبدل حالك من ضيق الفرج؟ الغريب أن هادشي كامل كاين وأن الحل كاين، ولكن احنا ما عارفينوش أو ربما عارفين ولكن مستهنين به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. قبل ما نبدا الموضوع ديالنا اليوم بغيتكم تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ديالنا اليوم هو الاستغفار. احنا عندنا واحد الكنز اللي اغلبيه ديالنا ما عارفينوش او ربما ما حاسينش بالقيمه ديالو. شحال من مره حسيتي بضيق بلا سبب؟ شحال من مرة بغيتي تبكي ولكن ما عارفش علاش؟ شحال من مرة حسيتي بالاختناق والقلق والخوف من المستقبل والخوف من أشياء مازال ما وقعتش؟ يمكن ماشي غير الظروف، ولكن قلبك محتاج يرجع الله سبحانه وتعالى. وهنا طريق سهلة، الاستغفار. كلمة واحدة، استغفر الله العظيم، قادرة انها تبدل لك حياتك. ولكن خصك تعرف واحد الحاجة، ان الاستغفار راه ماشي غير كلمة كتعاود، هو اعتراف باللي انا يا ربي انا غلطت، وهو رجوع كتطلب من الله سبحانه وتعالى يسامحك، وهو امل يا ربي بغيت نبدا من جديد. هو علاقة بينك وبين الله بلا وسيط بلا شروط وبلا اي تعقيد. الله سبحانه وتعالى في سورة النوح قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوفوا العظمة، سبحان الله العظيم. غفار يعني يغفر الذنوب، يرسل السماء مدرارا يعني يرزقكم يعني من حيث لا تحتسبون، أموال بنين يعني الاستقرار التام في الحياة. لا عندك الفلوس وعندك البنين صافي الاستقرار، جنات وأنهار، البركة والسعادة في حياتك. يعني الاستغفار ماشي غير عبادة، ولكن راه حل شامل للحياة كاملة. بزاف ديال الناس كيقلبوا على حلول، كيجربوا كل شيء، ولكن كينساو ان العلاقة مع الله هي الاساس ديال الراحة والرزق، هو المفتاح ديال كل شيء. الا كانت علاقتك ضعيفة حتى حياتك غادي تكون ضعيفة وصعيبة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تخيل معايا الا كنتي كتستغفر، فانك كتحمي راسك من البلاء، كتنقص من الهم، وكتخلي الطمأنينة تدخل لقلبك بحال الا داير درع روحي كيحميك. انا باش نكونوا سبحان الله متفقين، باش كتبدا الاستغفار كيكون عندك واحد المشكل، اول حاجه كتوقع لك سبحان الله العظيم، يعني ماشي ضروري هذاك المشكل تحل في هذيك اللحظه، وربما ماشي ضروري تحل، ولكن سبحان الله العظيم الحجم ديال المشكل كيولي صغير في عينيك. هذاك الهول وهذيك العظمه وهذاك الكبر اللي عاطيه لك المشكل ما كيبقاش قدامك. سبحان الله العظيم، واحد الايمان كيدخلك لقلبك بان الله سبحانه وتعالى غادي يحلك هذاك المشكل، وان حتى حاجه ما كتعطيها القيمه ديالها، وان حتى حاجه ما كتاثر عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ركز مزيان، من لازم يعني المداومة، ماشي مرة. هنا غادي نرجعوا للنقطة ديال المداومة. وانا نصيحتي لكم، الا بغيتو تداوموا على واحد الحاجه بداوها بالقليل، يعني الله يجعلك غير 100 مره في اليوم راه كافيه، ولكن داوم عليها. ماشي تبدا ليا ب5000 مره ولا 30000 مره ولا عدد كبير وفي الاخر تقطعوا، غير 100 مره وسير بالتدريج. مورا كل صلاه ما فيها باس جلس صلاي ديالك واحد 70 مره ولا 100 مره، داكشي اللي قديتي عليه، ولكن بواحد العدد اللي انت عارف راسك غادي تداوم عليه. حاجه اخرى، انه بعض الناس كيقول لك واش الاستغفار ضروري جلسه. احنا عارفين بانه ملي كنبغيو نديرو شي عباده مع الله سبحانه وتعالى كنبغيو يجينا الخشوع، كنبغيو نحسو نعطيوها حقها، ولكن هنا كيدخل لنا الشيطان. الا مشيتو كتسناو انكم تجلسوا
وتستغفروا الله سبحانه وتعالى، هنا ما غاديش ربما الاشغال كتديكم وما غاديش تطبقوها. فنصيحتي لكم الاستغفار دخلوا في الحياه ديال اليوميه ديالك. انت يا لاله في الكوزينه انت كتقضي غير استغفر الله العظيم. انت كتقرا ولا كدير شي اشغال في البيرو ديالك ولا في الخدمه ديالك، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر. يعني الاستغفار تخليك في الحياه ديال اليوميه ديالك وتخليك في الاشغال اليوميه ديالك. هنا البركه غادي تكون حتى في اليوم ديالك وفي الاشغال ديالك. وشنو النتيجه؟ كل هم عنده حل وكل ضيق عنده مخرج، والرزق كيجيك من بلا ما تحتسب. هذا راه وعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد. سبحان الله العظيم. كون على يقين انك الا بديتي الاستغفار غادي تدخل لواحد الحياه اللي سبحان الله العظيم مليئه بالراحه والطمانينه والسكينه والتقرب من الله عز وجل. ربما دابا كتسمع الفيديو ديالي وعندك ضغط او حزن، وغادي نقولك واحد الحاجه صريحه، الحل اقرب مما تصور هو رجع الله سبحانه وتعالى، واقرب حاجه خصك ترجع بها هي الاستغفار. بعض الناس كيقولوا انا راه كنستغفر ولكن راه ما كيتبدل والو، ولكن ربما انت كتقولها غير بلسان بلا حضور، ولا مثلا النيه ديال التوبه ما كايناش. الاستغفار الحقيقي اول حاجه خصك تكون عندك النيه وصدق النيه في التقرب من الله عز وجل، واحساس انك يعني انت كتستغفر ماشي غير باش تحقق واحد الحاجه معينه، ولا اننا مثلا بغيتي رزق. ولا اول حاجه خصها تكون عندك في بالك انك تستغفر، وان عندك ندم حقيقي من جميع الذنوب اللي درتي، وانك بصح باغي ترجع الله سبحانه وتعالى، وان الهم ديالك الوحيد هو ان يغفر لك الله الذنوب ديالك، والله سبحانه وتعالى يبغيك ويرضى عليك. يعني ماشي انا غنستغفر غير باش يكون عندي فلوس وباش نسمع داكشي اللي كيوقع الناس يوقع ليا حتى انا. يلا غنستغفر اول حاجه النيه ديالي هو التقرب من الله عز وجل، والندم الحقيقي على الذنوب اللي دازت. الا بغيتي تبدا بصح كل صباح 100 مرة، ولا بعد كل صلاة الله يجعلك كل صلاة 20 مرة قبل النعاس استغفار استغفر الله العظيم واتوب اليه. بالنسبة للصيغة ديال الاستغفار، اي صيغة ارتاح ليها قلبك ولقيتي مرونة في لسانك وانت كتقولها، توكل على الله. الله يجعلك غير تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اي صيغه ارتحتي فيها ولا جاتك سهله في لسانك وعرفتي بانك انت قادر انك تدوم عليها، فتوكل على الله. ومع الوقت غادي تولي حاجه طبيعيه في حياتك، ومع الوقت غيولي لسانك ان يبقى يقولها بلا ما تحس انت سبحان الله العظيم غادي تبقى تقولها. اللي اخطر حاجه دابا اننا كنضيعوا الاستغفار، وهو اسهل عباده ممكنه. هو محتاج الوقت وما محتاج مجهود، هو محتاج قلب صادق فقط. تخيل معايا دابا الى الله بغى يفرج عليك همك بسبب كلمه واحده استغفر الله العظيم، واش هادشي ما يستاهلش؟ يمكن هذا الفيديو ما جاكش صدفه، يمكن هذا رساله ليك باش ترجع الله سبحانه وتعالى، باش تبدا من جديد وباش تفتح باب كنتي ناسي. وهذا تذكير لكم وتذكير لي انا ايضا باش كاملين نبداو هذه الرحله ديال الاستغفار. دابا في هذه اللحظه اللي كتسمع لي الفيديو بغيتك تهبط الكومنتير وتكتب لي استغفر الله العظيم. نتمنى اي واحد عنده شي هم يفرجها عليه الله، واي واحد كيتمنى شي حاجه يحققها ليه الله سبحانه وتعالى. ما تنساش الى عجبك الفيديو ساهموا في نشر المحتوى الهادف والمحتوى اللي غيزيد بنا من قدام باش نقضيو على هذه الموجه التافهه اللي كاينه دابا. نهاركم مبروك.